عندك بسكويت من بتاع المدرسة وولادك ما بياكلوهوش؟ طب اعملي زيه وحوشيه واوعي ترميه. تعالي هنشوف هنعمل احلى تحلية بيه. بصي الجمال، ببسكويت المدرسة عملنا الجمال ده كله. الملفي الكدابة او التورتيه الكدابة او تورتة البسكويت. عايزة تعرفي عملنا الجمال ده ازاي والخامات دي كلها جبناها ازاي؟ كملي الفيديو للاخر وانت هتعرفي عملنا الجمال ده ازاي. يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح النشاط، صباح الصحيان بدري، صباح المدارس، صباح السعادة على عيونكم كلكم. أحلى متابعين معايا في القناة من زمان، والناس اللي انضمت جديد للقناة نورتوني وشرفتوني وبجد فرحتوني. والناس اللي لسه منورتناش لايك وشير وتعالوا بسرعة عشان هتشوفوا حاجات حصرية عملناها قبل كده، حاجات جديدة لسه هنعملها إن شاء الله. نقول بسم الله ونقول الفيديو بيتكلم عن نفسه. عندك بسكوت المدارس، حوشيه ولادك مش بياكلوه. طب حوشيه وتعالى اقولك هنعمل احلى تحليه بيه بس ب20 جنيه. هتعملي احلى تورتايه في 5 دقايق، هتخليهم ياكلوه. هما اللي هيطلبوه منك بعد كده. ممكن كمان تعمليه بسكوت ساده انت بتجيبيه من بره لو مفيش عندك بسكوت المدارس. بس طبعا عشان انا عندي من ده فانا هستعمل ده مش هرميه. نقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا. جبت طبق نبدا نفتح فيه البسكويت. وبحاول ان انا طبعا هو احجام. اول ما راحوا المدرسه كانوا بيدولهم ده، وبعدين بدا يكش وصل لده، وبعدين بدا يكش وصل لده. فانا ممكن استبعد ده لو ما احتجتهوش. هحاول افتح اللي هو الكبير اللي كان عندي من زمان الاول ده، واختار منه البسكوت اللي هو السليم. مش مشكله برضو لو متكسر هقولك هنعمل فيه ايه، بس انا هبدا افتح بس ايه واحطه في الطبق. بصي والله جميل، تحسي البسكوته كده فيها بركه كده. احنا عارفين طبعا ان حرام ان احنا نرمي حاجه ونهدر حاجه. هنعمل لها اعاده تدوير، هنخليها بجد. وهعمل معاكم برضو فيديو تاني ان شاء الله برضو بنفس البسكوت. خليه جمعيه جمعيه يا جماعه، ما ترميهوش. هنطلع منه مصنع حلويات. انا خايفه بعد كده ما يدوملوش في المدارس والمصانع تبدا تلمه ويعملوا الافكار اللي احنا بنعملها دي. بصي هبدا افتح الكميه اللي انا هحتاجها وهرجع اقولك لسه محتاجين ايه. وبكده امري بعد ما فتحت البسكوت بتاعي واخترت اللي هو المقاسات المقربه من بعضها زي ما وريتلك في مقاسات. يعني حاولي ان انت تفتحي المقاس اللي مقرب من بعضه. فتحت الكميه دي ولو احتجت هكمل. معايا الصينيه اللي هشتغل فيها بقى، اي صينيه مدوره مستطيله اللي انت حباه. ومعايا كوبايه لبن دافي، اهم حاجه يكون دافي ما يكونش ساقعان من التلاجة، يعني دافي او يكون فاتر. وهبدا ارص هنا معايا البسكويت بتاعي. حاطه بس شويه اللبن اللي تحت ده عشان يعني يخليه يبقى متماسك كده في بعض. بصي انا هجيب البسكوت هنا وهجيلك كده بالصينيه عشان تبقي شايفه انا بعمل ايه. بصي حاجه هتتعمل حلوه قوي، بس الفينش النهائي بصراحه انا مش لسه ما قررتش الفينش النهائي هعمله ايه. هقرر كده وانا معاكم تقولوا لي رايكم في التعليقات. لان انا اصلا زي ما قلت لكم انا كنت جايبه خامات من عند مستلزمات الحلويات. صوصات، يعني صوصات، صوص كراميل وصوص فراوله وصوصات من دي. زي النتيجه اللي هقولها لكم في اخر الفيديو زي ما تطلع معايا كده. هبدا اشرب بس شويه لبن كده. هنا معايا بقى في الطبق هنا ده، هجيب لكم الطبق هنا. بصي كوبايه كريم شانتيه، هقولك تجيبيها ازاي. كوبايه كريم شانتيه خام من العطار تقريبا كده ب20 جنيه. ب20 جنيه كريم شانتيه. حطيت عليها معلقتين سكر. ده لو انت هتستخدمي اللي هو اللي من عند العطار. الاكياس اللي بتيجي من السوبر ماركت ما بتحطش عليها سكر، لكن انا جايبه من عند العطار. حطيت عليها معلقتين سكر وكوبايه ميه ساقعه متلجه عشان انا عايزه القوام بتاعه يبقى تقيل. وهبدا اشرب البسكوت بس كده باللبن. كده كفايه قوي. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. هبدا اجيب معايا معلقه
وهبدا احط طبقه من الكريم شانتيه بعد ما ضربته. وزي ما قلت لك عايزه القوام بتاعه يكون تقيل. بصي هي الطبقه الاولانيه بس اللي هتبقى ايه يعني صعبه شويه، لان الكريمه بعد كده هتخلي البسكوت يتحط معاكي بكل سهوله. خلي الطبقه الاولانيه دي بتبقى تخينه شويه. هبدا كده بالراحه. اهم حاجه بس ان انت ايه تيجي في الزوايا بتاعه البسكوت ان انت توصلي لبعضه بس بالكريمه كده، هتلاقيها بصي زي ما انا بعمل كده. توصلي البسكوت في بعضه كده بالكريمه، هتلاقيها مشت معاكي واتفردت سهله جدا. بصي انا كده وصلته ببعضه اهو. انت عشان حبايبنا بس المبتدئات، عشان البسكوت ما يقعدش يجري منك، انا جيت بين كل بسكوته وبين بسكوته بحط طبقه كريمه عشان وانا بفرده بقى بصي اهو خلاص كانك شغاله في ملفي. الناس اللي ما شافتش معايا الملفي قبل كده، احنا عملنا الملفي مع بعض. احنا بس بنوصله ببعضه بالكريمه عشان كانك شغاله في ملفي. وعلى فكره هو لما بيقعد في التلاجة يستحسن ان انت تعمليه من الصبح بالليل، او من بالليل لتاني يوم للصبح. مثلا لو انتوا هتعمليه ممكن تعمليه في اي مناسبه كمان، وفي عيد ميلاد اي مناسبه. بس زي ما قلت لك انا عايزه الطبقه بس اللي تحت تبقى مليانه شويه عشان تقدر تمسك لي البسكوت، وتقدري بقى تحطي طبقات زي ما انت عايزه. بصي بقى مش شرط الطروف وكل الكلام ده، كل ده هنسويه في الفينش الاخير. هبدا برضو بصي البسكوته كده هبدا اقلبها، اخلي الوش المساوي زي ما بنعمل بالظبط الملفي. هبدا احط طبقه كمان كده. طبعا زي ما قلت لك الكريمه دلوقتي هتخليها معاكي اسهل بكتير. كده يا مريم زي ما انت شايفه كده، زي ما قلت لك بالظبط، والله ما يفرقش كتير عن الملفي وطعمه تحفه. بصي بمنتهى السهوله بقى دلوقتي زي ما قلت لك لما بنحط الكريمه بيبقى الموضوع سهل جدا معاكي. هبدا اشربه برده شويه لبن كده. الملفي غلي، ما عنديش ملفي، عايزه اعمل تورتايه، عايزه اكله لاولادي قيمه غذائيه برده واعمل لهم حاجه حلوه وما كلفتنيش تقريبا. اهو زي ما قلت لك كوبايه لبن و20 جنيه بس كريم شانتي. هبدا احط طبقه كمان برده. بصي بنفس الطريقه. بصي بقى الكريمه اللي تحت ثبتت لي البسكوت، بقت بتفرد معايا بمنتهى السهوله ازاي. بصي اهي خلاص. هي بس زي ما وريت لك الخطوه الاولانيه بس هي اللي كانت صعبه شويه، ان انت تثبتي بس الكريمه بين وحدات البسكوت. دلوقتي خلاص الكريمه من تحت ماسكاه، وكل ما بتطلعي بطبقات كل ما بيبقى اسهل. وكل ما انت حابه ان انت تخليها عاليه وتزودي طبقات، حطي بقى زي ما انت عايزه. بس انا هكتفي ب3 طبقات عشان انا مش عايزاها بصراحه عاليه قوي. هبدا بقى برضو احط الطبقه الثالثه. بصي بنفس الشكل اهو. خلي اللي هي بصي البسكوته شكلها عامل ازاي، مش متساويه قد كده من هنا. ابداي حطي بس خلي الكريمه بس تكون متساويه. ابداي حطي برضو هامله الوحدات هنا، وهرجع اوريكي هنعمل ايه. كده يا مريم بعد ما البسكوت بتاعي خلص بدأ احط من التاني اللي هو اللي قلتلك الصغير. طبعا الحجم مختلف فعادي خالص. هبدأ بس ايه احاول ان انا اسوي بس الصينية باي شكل، طبعا ما بيبانش خالص في التقطيع. وبرده بنفس الطريقة هبدأ اشربه لبن. طب اللي باقي اللي متكسر ده هعمل فيه ايه؟ اللي في الطبق هحطه في كيس تلاجة وهعينه. تقدري تستخدميه برضو في اي وقت تاني تعمليه تشيز كيك، او هنعمله مع بعض وصفة تانية ان شاء الله. هقولك ان شاء الله اما الفيديو ينزلك هقولك ان دي الوصفة التانية اللي كانت باقية.
طبعا هحتاج ازود عليها برضه، هحط معاها بسكوت تاني، بس هبقى اقولك ان دي اللي كانت باقيه من التورتايه بتاعه البسكويت اللي احنا عملناها. تسميها بقى تورتايه، تسميها تشيز كيك. المهم ان هي النتيجه في الاخر بجد روعه. طبعا اي لبن بينزل في الصينيه البسكوت بيتشربه خالص، ما تقلقيش. كده خلاص باقي معايا اهوت شويه فيهم سلام على متكسر، هعينهم وزي ما قلت لك هعملهم في اي يوم تاني. وهنا بقى هبدا برضو انزل بكريم شانتيه، وهبدا بقى اوزع الطبقه الاخيره. هنزل بقى على الجناب، هوريكي برضو هنزل على الجناب اوريكي ازاي. بس برضو حاولي تخلي الطبقه الاخيره يعني تكون سميكه شويه. بصي زي ما وريتلك اهو برضو بكل سهوله، واللي متكسر اتغطى وكل حاجه، مفيش اي مشاكل. هبدا اوزعها وهرجع اوريكي هنعمل الشكل النهائي ازاي. بصي برضو هوريكي بنعمل الجناب ازاي. بصي بزود شويه كريمه على الجنب هنا، وببدا اسمها ايه اللي في ايدي دي، الاسباتيولا او اللي انت بتوزعي بيها، او حتى معلقه في البيت عادي خالص. ببدا بصي الف كده معايا خالص اهو الجناب بكل سهوله. تجيبي من الطرف كده وتبداي تنزلي كده. احط بس الكريمه كده على الطرف وانزل بيها كده، بحيث ان هي تقدري توزعيها على الجناب كلها. طبعا اي زوايد من دي بنبدا نمسحها بكلينكس، وهخلي شكل الصينيه طبعا نظيف. اوزعها وهرجع اوريكي. ورايا بعد ما سويتها وظبطت الصينيه، يعني بدات كده افكر، قلت انا ولادي بيحبوا صوص الشوكولاته، وكان عندي صوص الشوكولاته ده. طبعا انا عملته معاكم في القناه. صوص الشوكولاته دوت كان عندي، فقلت ايه اما انزل بشويه كده. هبدا امشي معاها كده للاخر وهرجع اوريكي الشكل. كده يا مريم بعد ما حطيت خطوط قريبه من بعضها، ممكن بقى تسويها بمعلقه باي حاجه. هبدا بس ايه افردها كده بالراحه خالص، لان خلاص الجو برد، هو اتماسك شويه تقل. طبعا انتي حابه توقفي على الخطوه اللي كانت بيضه الاولانيه اللي احنا كنا عاملينها دي، تقدري توقفي على كده طبعا، وتحطي فيها كريز او فاكهه، او تقدري تحطي فيها بعض روزيتات كده بالكريم شانتيه. طبعا لو عندك الصوص ده وتقل معاكي بالشكل ده، بتغلي شويه ميه في كوبايه، وبتحطي الازازه في الكوبايه او الكيس في الكوبايه. بس طبعا انا عملت كده بس برضو عشان الجو ساقع، فبدأ يشد برضو بسرعه. كده بقى بعد ما فردته واخد الشكل اللي انا عايزاه، بدأت انا كان فضل معايا معلقه كريم شانتيه، زودتها معلقه لبن، وعايزه ابدا اخد خطوط كده كرمه. طبعا التزيينه اللي انت حابه تعمليها تقدري تشتغلي فيها، بس انا حبيت الشكل ده كده شويه، اعمله زي كرمه كده. هنا ده معايا قلوب بتيجي من عند مستلزمات الحلويات. هبدأ احط
شايفين حبات الكريمه كده بجد. يعني انا عايزه اخلف الموضوع خالص ان ده بسكوت مدارس. انا عايزه اللي يشوفه، طبعا كمي بهدلها، هظبط انا الحته دي دلوقتي بمعلقه، اللي يشوفه ما يصدقش ان ده كان بسكويت. طبعا لو عندك اي مناسبه وعملتيها بالشكل ده طبعا تحفه. زي ما انت شايفه كده بدات اكسر اللون بالقلوب ديت. العلبه دي برضو في منها الفضي ساده، في منها الوان ساده، وفي منها زي ما انت شايفه كده قلوب الوان، وفي منها نجوم. بجيبها ب20 جنيه من عند مستلزمات الحلويات. طبعا كل ده الفينش النهائي ده تقدري تستخدميه زي ما انت عايزه حابه. بصي بقى الجمال كده. طبعا مش حدش هيصدق ان ده بسكويت المدرسه، بس بعد ما عملناه وعملت الشكل دوت، لان انا عملت معاكم التورت قبل كده بكذا شكل تاني، فحبيت النهارده اغير واعمل الكرمه. والخامات كانت موجوده عندي في البيت. طبعا تقدري انت توقفي على اي فينش او اي شكل انت حابه توقفي عليه، او اي فينش انت حابه تعمليه، او اي الوان انت برضه حابه تعمليها. بس انا حبيت اديك الفكره كده بقى يا مريم. نبدا نقطع حته كده ونشوف شكلها النهائي ايه. وطبعا انت زي ما قلت لك كل ما بتسيبيها في التلاجة كل ما تقطعها هيبقى معاكي اسهل، وكل ما بتشرب المكونات اللي احنا حاطينها فيها، وبتبقى طبعا اسهل واطعم معاكي. فلو عندك اي مناسبه تقدري تستخدميها، تقدري تعمليها على بيات. ده بقى الكاميرا اتهزت. نسمي بالله. نشوف بقى. بصي الطبقات، بصي الجمال. بصي هي باينه اصلا في الصينيه هي الطبقات والجمال. احلى تورتايه واسهل تورتايه ملفيه تقدري تعمليها، او بسكويت ملفيه كذاب اهو تورتايه بسكويت. وطبعا ريحتها بقت خرافه بجد، ريحه البسكويت طلعت بقت خرافه. تقدري تعمليها في اي مناسبه، تفرحي بيها بيتك، تفرحي بيها اولادك، من غير مناسبه تعمليها بالليل كده عشوه، او الصبح، يعني زي ما انت حابه تعمليها، المهم تعمليها. لو عجبتك الطريقه بتاعتنا النهارده والفيديو بتاعنا النهارده واستفدتي منه، متبخليش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد، كل حصري وكل مفيد، في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.